مش يعني مش هتكبر عن نفسي واقول بتاع، لكن برضو ليه فيلم مثلا مش هقول بطولة طفل بس في طفل يبقى للكبار فقط. يعني لو فعلا لما جيت فكرت في السؤال، هو ليه فيلم بطولة طفل عنده 9 سنين يبقى للكبار فقط؟ مع اني على طول لما كنت بتفرج على الفيلم وانا صغير كنت بشوفه فيلم عادي، يعني ايه المشكلة فيه؟ ولما جيت سألت كذا حد، يعني يمكن انا مش فاهم، يا ابني انت فاهم فيلم بحب السينما بيتكلم عن ايه؟ في اللي يقول لي ده فيلم ملوش معنى، واللي يقول لي ده بيحكي عن حد طفل، واللي يقول لي ده بيحكي عن واحد بيحب السيما كأنه جاب التايهة يعني. هو في طرق كتيره للتعبير عن موضوع الفيلم، يعني ممكن في ناس تشوفه ان هو ذكريات طفل يعني. وانا برضه كنت فاكر يعني ان هو فيلم عادي بيتكلم عن طفل نفسه يروح يتفرج على الافلام في السينما وابوه رافض يعني وكده، فاهم؟ وعرفت بعدين ان الفيلم ده انتج في 2001 وقعد حوالي 3 أو 4 سنين عشان يتعرض. انا بحب كل افلامك، لكن في فيلم انا بحب السيما وواجه صعوبات. واجه صعوبات ده قعد كذا سنه. فاكره ده قعد كذا سنه عقبال ما اتعرض. وفي الاخر اتعرض في سنه 2004. مثلا انا ممكن اقول ان انا عملت 34 فيلم مثلا. بعد كل الافلام دي اقدر اقول ان انا فخوره ان انا في حياتي بحب السيما. وبنيجي بقى بعد 17 سنه من عرض الفيلم بنلاقي ان منصه نتفليكس بتعمل له اعاده عرض، والفنانه ليلى علوي علقت على الموضوع ده وقالت ان نعمات هي من اقرب الشخصيات اللي مثلتها من قلبها، وان فيلم بحب السيما هو مثال للعمل المتكامل الناجح. ودي حقيقه انا فهمتها لما كبرت، ان الفيلم غير ما انا كنت بشوفه خالص وانا صغير. سيداتي آنساتي ايه ده؟ لا مش دي الدخله بتاعتي. ازيكم يا جدعان؟ تالت فيديو من سلسله انت متاكد انك شفت، واللي بجرب فيها يعني اتكلم عن فيلم مصري. انا بتكلم في السلسله دي عن تفاصيل في الافلام اعتقد ان انت هتحب تسمعها يعني. فلو اول مره تشوفني ما تنساش لايك وسبسكرايب عشان تشوف بقى الفيديوهات الجايه والكلام ده. تمام، خليني في الاول احكي لك ايه هي قصه الفيلم عشان لو انت مش فاكرها ولا حاجه. الفيلم بيتكلم عن حياه عيله مسيحيه فيها طفل بيعشق السينما، وبيعرض المشاكل الاجتماعيه اللي بتواجهها الاسره دي بسبب الاب اللي كان اسمه عدلي المتشدد دينيا، اللي كان بيعامل ولاده بقسوه جدا، وخاصه الطفل نعيم اللي كان بيحب السيما والاب شايف انها حرام. انت هتروح النار، عارف ليه؟ عشان عاوز تروح السينما. فيلم بحب السيما من الافلام اللي كان فعلا متعوب عليها جدا، وكانت بتناقش فكره، بس الموضوع ما كانش مفهوم قوي يعني. ده غير اصلا ان الفيلم لما نزل ما جابش ايرادات كتير، وده كله بسبب المشاكل اللي كانت على الفيلم قبلها، فتقريبا الناس ما دخلتوش بسبب كده. طيب خلينا نتكلم عن اكتر حاجات عجبتني في الفيلم، وكل حاجه من الحاجات دي ليها دور مهم قوي في القصه. ونبدا برقم 1، الفويس اوفر. انا نعيم عدلي، سني 40 سنه، انا اللي واقف هناك في البلكونه، بس ده من اكتر من 30 سنه. وانت بتتفرج على الفيلم اول حاجه هتشوفها هو نعيم اللي يعتبر بطل الفيلم، وهتسمع مع المشهد فويس اوفر بصوت شريف منير. الفويس اوفر هنا عجبني قوي بصراحه، رغم ان اصلا الفويس اوفر في ناس كتير قوي مش بتحبه، ومش بتكلم على ناس اللي هم مشاهدين، انا بتكلم على صناع الافلام. يعني في هوليوود بيقولوا ان في افلام المخرجين بيستخدموا فيها فويس اوفر عشان المخرجين مكسلين، لان من اساسيات صناعه الافلام هي جمله شو نوت تيل، يعني اعرض وريني اللي انت عايز توصله لي في الفيلم، اسرد لي قصه وتسلسل وانا هفهم، ما تجيش تقول لي المعلومه بشكل مباشر. يعني من الاخر يعني ما تتعاملش معايا ان انا غبي. لكن بيبقى في اوقات المخرج عايز يوصل لك تفاصيل انت محتاج تعرفها عشان تخش في قلب القصه، وفي نفس الوقت هو مش عايز يوصل لك المعلومه دي في مشهد، فيعمل ايه؟ يستخدم الفويس اوفر. فانت اول لما تسمع في فيلم فويس اوفر افهم ان المخرج عايز يقول لك معلومه بطريقه سهله وواضحه، اللي هو انا مش عايزك تتعب، فاهم؟ وده اللي حصل. اول حاجه المخرج اسامه فوزي عملها ان هو كان عايز يفهمك ان عيله نعيم هي عيله مصريه من الطبقه المتوسطه، فانه اتكلم معاك عن واحد من الجيران بيرش ميه في الشارع، وعدلي بيشتمه بسبب ان هو مخلص الميه. الميه يا بهايم يا اللي تحت. وعندهم في السطح الجيران عاملينه ملعب كوره، وامه بتشتمه انتوا يا بهايم يا اللي فوق. وفي الجملتين دول بان اول معنى بتاع الطبقه المتوسطه، اللي فوق واللي تحت وهم في النص. وطبعا كان قدامهم بقى العيله اللي كان عندها اجتماع صلاه، وبعدها بيجيب لك العيله اللي هي البلابيس اللي هم كانوا بيبصوا عليهم. فمن هنا انت فهمت ان دي عيله متوسطه زيها زي اغلب العائلات المصريه. ففعلا الفويس اوفر مع تسلسل المشاهد كان معمول حلو جدا وبدون كسل. طيب تسالني سؤال وتقول لي ايه الفكره من الموضوع؟ يعني هو عايز يفهمني المعلومات دي ليه في اول الفيلم؟ مش فاهم. اقول لك الفكره هنا ان زي ما قلت لك ان ده كان اول فيلم يتكلم عن عيله مسيحيه، فهو كان مهتم قوي ان هو يجيب لك العيله دي عايشه في شبرا، اب بيتخانق مع الجيران، وام شايله البيت واولاد وشغاله في مدرسه، وكل شويه تنسى حنفيه والمفاتيح بسبب كميه المسؤوليات اللي عليها زيها زي اي ام مصريه. هنلاقيني بلوفر ده منين؟ ماليش دعوه، انا عاوزه رياله تانية. انت يا ابن الحمار اللي تحت اقفل الميه. بس بقى فلقتوني، حرام عليك. تمام. الحاجه التانية اللي عجبتني جدا وفهمت معناها متاخر شويه، رقم 2، التصوير. 8 9 والله. فعلا التصوير كان ذكي جدا، لان المخرج ما اعتمدش بس على ان هو يوصل لك الافكار، لا هو برده كان عايزك تحسها. وهو استغل حاجه بسيطه جدا وهي تصوير البي او في وزاويه التصوير. يعني ايه يا عم عبد الله؟ تصوير البي او في ده هو اختصار لبوينت اوف فيو، وبالعربي يعني وجهه النظر. ووجهه النظر دي هي الطريقه اللي انت بتشوف بيها الحياه، وهو تكنيك بيستخدم في التصوير عشان تشوف وجهه النظر بس من جوه الفيلم ذات نفسه. يعني المخرج بيجيبك كده بيخليك تشوف اللقطه من زاويه الممثل اللي بيمثل في الفيلم. فتكنيك البي او في ده اول حاجه بتتعمل عشان اخليك
تخش جوه دماغ الممثل، وكمان عشان اخليك تحس باللي هو حاسس بيه. يعني مثلا تعال نشوف مع بعض المشهد ده اتعمل بشكل جميل جدا، وهيبرز لك كام نقطه من اللي انا كلمتك فيهم. نبيل بلبل يلا يا بلبل اتاخرنا قوي على السيما. اللقطه دي نعيم كان فرحان ومبسوط قوي ان هو احتمال يروح السينما مع بلبل قريبه. ولو حللنا المشهد كده من بدايته هتسمع موسيقى سعيده في الخلفيه، وهتلاقي ان نعيم واقف بيتنطط من الفرحه والحمام بيطير، وبسبب ان هو ابوه مقفل ومش مدي اي حريه لاي حد يعمل حاجه، وكانه قافل عليهم في قفص كده. الحمام دايما كان كنايه عن الحريه في الفيلم، ففي اي لقطه فيها حمام هي كنايه عن الحريه، والحمام طاير ومش مقفول عليه في قفص. يعني لو تلاحظ نعيم لما كان بيدعي ربنا في الشباك الحمام كان بيطير قدامه وحر كده. تمام. بعدها الاب دخل عليه وبصوت غشيم وخشن كده قال له نعيم يلا عشان هنروح. بس سيبك نعيم يلا هنروح. وهنا المشهد كله بيتشقلب، الموسيقى بتقف مره واحده. بلبل خدني معاك يا بلبل. بس سيبك نعيم. والحمام بيجري كانه خايف كده، وبعدين بيختفي خالص من المشهد. وكمان زود المكان بتراب وعفره. وطبعا اللقطه معموله بي او في من نعيم، وعشان يبين سلطويه الاب بيجي اعلى من نعيم عشان يبان اقوى منه وعنده باور اكتر. بس في الاخر ابوه بياخده بالعافيه واللقطه بتنتهي. بعدين يا حبيبي بعدين. وهفهمك بقى حته ان ابوه اعلى منه دي في المشهد اللي جاي. وعشان نكون ماشيين من المشهد ده واخدين كل تفصيله فيه، بص في الفويس اوفر قبل ما المشهد ده يبدا، بص ايه اللي اتقال. صحيح الحياة صراع. ودي كانت تكمله المشهد، الصراع اللي حصل بينه وبين ابوه. حته التصوير من فوق لتحت دي بتستخدم دايما لما في حد يكون اقوى من حد او ليه سلطه عليه، وعشان نبين ده بنخلي الشخص ده باين ان هو اعلى منه. تعال نشوف ازاي استغلوا زاويه التصوير دي في انهم يبنوا لك فكره جوه دماغك. في المشهد ده المفروض الاب اقوى من الطفل وهو معاه الباور، انت هتروح النار. بس المخرج كان عايز يوصل لك معلومه ان كل ده منظر. يعني هو من جوه الاب هو عارف ان هو الاضعف، ولما حب يوري لك ان الابن هو اقوى من الاب، لما نعيم ساله قال له يعني انت هتروح الجنه؟ انت هتروح الجنه؟ عكس زاويه التصوير، جاب نعيم هو اللي فوق وبيشاور للاب لتحت، فهنا نعيم كان هو الاقوى، وعشان كده الاب خاف لما تواجه بالسؤال ده وقام ضربه. المهم ما فيش سينما، يعني ما فيش سينما. نيجي المشهد تاني اتعمل بشكل عبقري، المشهد اللي نعيم كان طالع على السلم ووقع. وكان بيقول لامه ان هو رايح جهنم رايح. عشان المخرج يخليك تتعاطف مع الشخصيه خلى اللقطه برضه تتعمل بي او في بس من وجهه نظر الام، كأن نعيم بيكلمك انت مش امه. وغير كده بص الاضاءه هنا عامله ازاي على وش نعيم، شايف علامه المثلث دي؟ ده تكنيك في الاضاءه وبتتعمل في الافلام كتير لما المخرج يكون عايز المشاهد يتعاطف مع الممثل ويحس بيه ويصعب عليه، وهي بتخلي المشهد فيه عمق ودراما اكتر. يعني مثلا لو تفتكر في فيلم الفيل الازرق 2 لما هند صبري كانت بتفكر كريم عبد العزيز بالحادثه وان هو كان سبب في موت بنته لان هو كان سايق وهو سكران، بص الاضاءه معموله ازاي على وش كريم عبد العزيز. ومن اول هنا بقى بنيجي لتالت حاجه، الاضاءه. لو رجعنا كده للمشهد اللي ابو نعيم كان بيخوفه في الاوضه وشوفنا الاضاءه معموله ازاي، هنعرف ان الناس دي شاطره قوي. بص مثلا الاضاءه اللي كانت معموله من تحت لفوق على وش عدلي ابو نعيم، الاضاءه دي بتستخدم في الافلام الرعب عشان يخلوا الشخصيه حوافها باينه قوي ويبين ظلالها كده، بتخلي الوش شكله يخوف وشرير. ولو جينا للناحيه الثانيه هنلاقي الاضاءه معموله على وش نعيم من فوق لتحت عشان يبينوا عظم الخد وتنعم عيوب الوش، ودي برضه بتستخدم عشان يخلوا الوش فيه براءه وطيبه اكتر. يعني من تحت لفوق وش شرير، من فوق لتحت وش بريء. والنوع ده من الاضاءه عموما اسمه باتر فلاي عشان بيعمل علامه فراشه تحت المناخير. وطبعا الضلمه اللي كانت مسيطره على المكان كله ده ساعد في انك تحس بالخوف في المشهد. تمام. نيجي للجزء الثاني، الفيلم فيه تفاصيل جميله قوي عجبتني، هم فعلا اهتموا ان هم يخلوك كمشاهد تفهم الاحداث بالتسلسل حلو قوي. يعني مثلا الاب عدلي اللي كان سلطوي جدا، وهم وضحوا لك هو ليه اساسا كان سلطوي، يعني هو الشخصيه بتاعته دي جت منين؟ بانه زمان كان عايز يطلع قسيس مش عشان هو حابب كده، لا هو عشان ابوه كان عايز كده. انا صحيح ما قدرتش اطلع قسيس زي امي ما كان نفسها. وهنا بيوضح تربيه الاب ان هو كمان اتربى كده من ابوه على ان هو ملوش راي وان هو دايما في حد متحكم فيه، وهو بقى طلع التربيه دي على ابنه. وده اصلا بان تاثيره على ابنه اللي هو اول لما قفش حاجه على اخته بدا يستغل السر ده في انه يتحكم فيها. وده بان في كذا لقطه، ابسطها لما حط رجل على رجل وقعد يسقف عشان تجيب له العصير، وحش بقى تصلحه. واللي برضه بتبعية الاحداث الام استلمت الراي من الاب وبقت سلطويه هي كمان، وبتقول لنعيم ان هو لازم يبقى دكتور، وبرضه بتقول لبنتها ان هي ما تجيبش اقل من 90%. مش عايزه مجموعه اقل من 90%، وانت لازم تبقى دكتور. وكأن المخرج بيقول لك ان هي دايره وما بتخلص. ونيجي لتفصيله تانية، الاب لما قام شتم بنته لما كانت بتضحك. بتضحكي على ايه يا تخينه يا جاموسه؟ ولا انت بتضحكي على ايه يا تخينه يا جاموسه؟ واللي وضح بعدين ان البنت عندها عقده بسبب جسمها لما كانت عايزه تلبس مرياله تانية بسبب ان هي حاسه ان هي شكلها تخين فيها. المرياله دي وحشه وبتخني، كل المرايل مقاس واحد وشكل واحد، لا دي بالذات بتخني. وبعدين في لقطه تانية بتقول لامها ان هم ليه سموها نعيمه وان هي بتكره الاسم ده. ماما انتوا ليه
ليه سميتوني نعيمة؟ انا بكره الاسم ده قوي. وفي الاغلب يعني الناس الطبيعيه بتحب اسمها عادي، فكان واضح العقده عندها وانها ما عندهاش ثقه في نفسها بسبب ابوها. وبنيجي للابن نعيم اللي كان هو بيمثل الفطره السليمه في الانسان، وهي عدم الخوف بدون مبرر والحريه. وده بان كتير قوي في اللقطات اللي كان بيحصل فيها تحكم، زي الدكتور لما قال ان هو يقعد في السرير لمده اسبوعين، راحه تامه في الفراش لمده اسبوعين. بعدها جت لقطه وهو بيرمي الادويه على الارض. ده غير الفويس اوفر اللي هو كان بيقول فيه ان هو بيكره اي حد بيتحكم في حياتنا. طول عمري بكره الدكاتره، مش الدكاتره بس، لكن كل اللي بيتحكموا فينا وفي حياتنا. ولقطات كتير بقى زي لما رمى الميه على الراجل اللي ماشي في الشارع، وبرضه لما عمل حمام على الناس في العزا. ودي حاجات كتير قوي كانت بتبين انعزاله عن العالم اللي حواليه وعدم تقبله ليه. وده بان جدا بقى في الاخر لما جده مات وهو قاعد يتفرج على التلفزيون عادي وقعد يضحك. ده غير اساسا اللعبه اللي هو كان بيحط عينه فيها اللي كنت تحس ان هو مفصول كده عن العالم، فاهم؟ برضه بنيجي للناحيه الثانيه، البنت نعمات اللي كان عليها سلطه وكانت بتحب ابن الجيران، واللي التحكم ظهر عليها مرتين، لما بس ضحك في البيت لما ابوها شتمها لما ضحكت، وفي المدرسه لما اتشتمت برضه لما ضحكت. انت يا ابن الغساله اللي بتضحك، مين اللي ضحك؟ ونيجي بقى لاخر حاجه، الالوان اللي كانت معموله بشكل احترافي جدا وفعلا خلت الفيلم حلو ومريح للعين كده. يعني يعتبر ما كانش فيه لقطه حسستني ان الالوان مش منسجمه كده مع بعض. بس كده، ودي كانت الحاجات اللي انا حبيتها جدا في الفيلم اللي ما كنتش واخد بالي منها. لو انت برضو شايف ان في حاجات تانية كانت حلوه وانا ما ذكرتهاش يعني، او تفصيل انا مش واخد بالي منها، قولها لي في الكومنتات. وما تنساش تقول لي انت عايز مين الفيديو الجاي، وبرضو تدعمني يعني بلايك وسبسكرايب. يعني اخوك عبد الله لالا يعني. وده الفيس والانستا بتاعي، اعمل له فولو وات. بس كده، كان معاك عبد الله لالا. سلام.